الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد إملاء كلمات بحرف الزي. ده الدرس رقم 12. قبل ما نبدأ ناخد الكلمات بحرف الزي لازم نعرف بس شوية تفاصيل عنه. شكل الحرف عامل ازاي، والفتح والضم والكسر عامل ازاي معاه، الصوت بتاعه طالع ازاي، وكمان نشوف المدود معاه عاملة ازاي. تمام، يلا بينا. قبل ما نبدأ الإملاء، بص معايا كده لو سمحت. حرف الزي يا ولاد، حرف الزي من الحروف اللي اشكالها ازاي. اول الكلام هي من الحروف ايه؟ الرفاصه اللي بترفص الحرف اللي بعديه. يبقى في اول الكلام بتبقى عامله كده، تبقى واقفه. تمام. طيب في نص الكلام كده، وهي بتمسك هنا مع حد بتبقى عامله كده، وممكن تلاقيها برضو في اخر الكلام بالمنظر ده. تمام كده يا ولاد، لو جنبها حرف رفاص. تمام. طيب حرف الزي عليه فتحه ذا، بطلعه كده من بين اسناني يا ولاد. ذا، ما طلعش لساني، ما طلعش لساني. عليه ضمه ذو. اوعى تقول ذو، ما تطلعش لسانك. تمام، انا بيطلع ما بين اسناني. ذو، سمع الكلمه دي؟ ذو. عليه كسره زي، ذا ذو زي، ذا ذو زي. تعال ناخد المد بتاعه. ذا، ذو، زي أو زي. تاني، ذا ذو زي أو زي. تمام كده يا ولاد. يبقى هنا ذا ذو زي، أما المد أطول في الصوت. ذا ذو زي زي، لأن الياء ممكن تيجي كده والياء ممكن تيجي كده. تمام. طيب تعال نشوف دلوقتي الكلمات يا ولاد. الكلمات هنتملاها مع بعض. حضر ورقة وقلم بتاعتك بحرف الزي. طيب احنا دلوقتي هنتملى كلمات عليها فتح. اكتب كده معايا. ذا مي لا، زميلة. هنطقها تاني، ركز. ذا مي لا، بص معايا. ذا، قلت ايه؟ مي. خلاص بقى احنا حفظنا. هنا ممدودة بالياء وصوتها أطول. مي لا، زميلة. اكتب معايا. زائرة، زا آ را، زا آ را، زائرة. اكتب معايا. زاحفة، زا ح ف، زا ح ف، زاحفة. اكتب معايا. زعامة، هقرأها تاني. زعامة. ز ع ما، زعامة. الكلمة اللي بعد كده زجارة، زجارة. بص معايا هنا. ز ج را. تمام كده يا ولاد، دي شوية الكلمات
بالزي في أول الكلام بالفتح. تعالوا نشوف حرف الزي وهو بالضم. اتملى معايا كده. أول كلمة ذو حيمة. ذو حيمة. بص معايا. ذو حي ما. الكلمة اللي بعد كده زريعة. تاني زريعة. بص معايا. زو ري ع. كمان مرة كلمة جديدة. ذو حيفة. أبطأ شوية. ذو حيفة. بص معايا. ذو حي ف. تمام كده يا ولاد. طيب تعالوا نشوف دلوقتي كلمات هنتملاها حرف الزي وهو مكسور. اسمع كويس لان انا هقول لك فيه مد وممدود وساكن ومسكون. ركز شويه في الصوت. اسمع معايا. في كسر ومد. زيناتو. انا قلت هنا زي ولا قلت هنا زي؟ طولت. ركز معايا. الفتحه حركه واحده زي. اما المد اطول شويه زي. يبقى الفتحه الكسره اقصد حركه واحده. الفتحه والكسره والضمه حركه واحده. يعني تعالى شوف حرف الزي مكسور نقول ايه؟ اقفل صباعك زي. طيب المد بتاعه زي. يبقى حركتين. صباعي مقفول زي. لكن هنا صباعي مقفول اهو زي بس. يلا زيناتو. زي نا بس تو. اكتب الكلمة دي واسمع وركز. زرو. 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 الراء شدتها يعني شدة وحطيت عليها ضمة. شوف معايا كده. زرو يعني انا نطقتها مرتين. مرة وقفت عليها ومرة ضمتها. يبقى شدة مضمومة. تمام. طيب تعال نشوف كلمة كده حرف ازاي يبقى في النص الكلمة. مثلا اكتب معايا كده كلمة زينو. ازاي هنا في نص الكلمة. زينو. حركة واحدة. زي. زي مد بالياء. نو. تمام كده يا ولاد. طيب تعال دلوقتي ناخد الكلمات اللي ازاي فيها بالسكون. اسمع كده معايا واسمع الصوت السكون بتاعه عامل ازاي. عايزه اكتب كلمه ازرق. از. زز. صوت السكون بتاعته زز زي صوت النحله. از را كو. از را كو. زز. سكون واقفه عليها زي النحله. از را كو. تمام كده. اكتب معايا مز. سكون اهي. مزرعة. مزرعة. مز. ساكن ومسكون يديله حرف المز.
مز، الصوت أقصد مز. را لوحدها، ع لوحدها، تو. ايه كمان؟ مزمارو، في هنا عندي ساكن ومسكون ومد. مز، اخدهم مع بعض، مز ما رو. نبص كده يا ولاد، مز مز ما مز ما رو، مز ما رو. ناخد كمان كلمة يا ولاد. زو هورا، زو هورا، زو مضمومة، هو طولت هنا يبقى مد بالواو، شددت طولت الضمة يبقى مد بالواو. زو هورا، زهورة. تمام. زو جاتو، زو جاتو. تعال نكتبها بالنطق بالصوت بتاع اللي انا بعمله دلوقتي يا ولاد. زو، وقلت ايه؟ جا. شفت بقى؟ هنا جا وهنا جا. زو جا تو. زو جا طولت وهنا قصر جو. زو جا تو. هنا طول في المد جا، وهنا جا مد بالالف فتحه، مد بالالف طول جا فتحه حركه واحده جا بس. يبقى كلمه زجاجة. تمام. انا كده اخدت كلمات كتيره املاء على حرف الزاي. لو انت بتشوفنا اول مره في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتضغط على جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد، وتدعم القناه بلايك. شكرا ليك والسلام عليكم.